السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض معجنات جميله جدا وهشه. تنفع طبعا مدارس معانا لانش بوكس، تنفع فطار كده على السريع، تنفع برضو عشاء خفيف كده. هشه وجميله جدا، ممكن تحشيها اي حشوه انت عايزاها. بس لو بتشوفوا قناتي لاول مره متنسوش تفعيل الجرس والاشتراك علشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدا مع بعض. هنجيب بولة هنحط فيها كوبايتين من المية، طبعا الكوباية بتاعة المية هنعاير بيها كل المقادير. هنحط معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين من السكر ورشة الملح بتاعتنا ومعلقتين كبار لبن بودرة وبيضاية وعليها سنة الفانيليا بتاعتنا. طبعا انا بضيف الحاجات دي كقيمة غذائية، ما عندكيش الحاجات دي في العجينة ممكن تستغني عنها، بس هي قيمة غذائية لأولادنا. وانا معياري النهارده للعجينه بتاعتي نص كوبايه من الزيت، خليط الزيت على السمنه. انا استخدمت دلوقتي ربع كوبايه، والربع التاني هستخدمه في نص العجينه. قلبت كل ده مع بعضه كويس جدا، وبعد كده غطيتها بستريتش او بكيس اي حاجه. وبعد كده حطيت الفوطه عليها، وبعدها ب10 دقايق فتحنا عليها. هنحط مقدار الدقيق بتاعنا اللي هو انا في الاول حطيت 3 كوبايات، بس انا مقداري كله 5 كوبايات ونص. طبعا كل دقيق وعلى حسب كميه السوائل اللي بيشربها. الدقيق بتاعي غير بتاعك غير اللي واحده مثلا تانية هتجيبه. ده قصدي. انا كنت قبل كده عامله الوصفه دي وكانت واخده مني المقدار ده 4 كوبايات، فطبعا الدقيق بيختلف من نوع لاخر. بعد كده حطيت ال3 كوبايات بتوعي، ولقيت طبعا العجينه محتاجه تاني فحطيت كمان كوبايتين ونص. قلبت كويس كله مع بعضه. طبعا هنا دور الاسباشولا خلاص. هقلب بقى، هعجن بايدي. نعجن كويس. انا هنا لقيت العجينه فيها تلزيقه بزياده فحطيت لها كمان نص كوبايه. عجنت طبعا كل ده مع بعضه كويس جدا لحد ما العجينه ملمت معايا من البوله خالص. بعد كده ربع كوبايه الزيت على السمنه اللي انا كنت قايله لكم عليها حطيتها في الخطوه دي، وعجنت كويس جدا لحد العجينه ما تنعم معانا تماما وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نعمت معانا وخلاص. هنحط حبه زيت صغيرين في البوله من تحت كده، وهنحط برضو حبة على الوش، بحيث ان مفيش اي حاجة اي عجينة من بتاعتنا لا تلزق في البولة ولا تلزق في الكيس اللي احنا هنغطي بيه او الاسترتش اللي احنا هنغطي بيه. طبعا كل دي مقادير وحرام تتهدر. غطيت بالكيس وبعد كده حطيت الفوطة عليها. بعد ما خمرت خالص قمت فاتحة عليها وطلعت كل الهواء اللي جواها. قمت واخدة العجينة وهقطعها كده على البلانشة بتاعتي. طبعا انت لو حابة التقريصة بتاعتك تكون اصغر من اللي انا عاملاها، لو حابة يعني الحجم يكون اصغر من اللي انا عاملاه، طبعا هتصغري التقريصة بتاعتك عادي جدا. قطعتهم كلهم بالسكينة. وبعد كده شوفوا التقريصة اللي انا هعملها معاكم دي. هناخدها نلمها كده، هتزقيها بكف ايدك وبصوابعك كده هترجعيها تاني، يعني تزقي وترجعي تاني لحد ما هتتكور معانا هتبقى بالشكل ده. الطريقه دي سهله جدا طبعا وحلوه. خلصت الكميه بتاعتي كلها حطيتها في الصينيه زي ما انتم شايفين. بعد كده قمت مغطيها بالفوطه عشان كل ده يخمر معانا. هنرجع له بعد ربع ساعه كده بقى بالشكل ده. هنفرد بقى وهوريكم انا عملت الشكل بتاعي ازاي. بس الاول انا هحشي مربى، كان عندي بقيت مربى في التلاجة، وجبت قالب شوكولاته، وكان عندي عجوه، مش عجوه، هو البلح بتاع رمضان اللي بيبقى في رمضان، كان عندي منه كيسه. قمت واخداه، كان ناشف طبعا. حطيته على حمام بخار لحد ما طرى خالص، وبعد كده قمت مقشراه وشلت العنق بتاع البلحية من فوق، وبعد كده حطيته في الكبة مع معلقة قرفة ومعلقة سكر. وشوفوا الحلاوة، والله بجد طعمه زي العجوة ويمكن احلى. دي اكتر حشوة اتاكلت معايا، يعني كلها ما شاء الله اتاكلت. والتشكيل بقى هنشكل ازاي. هناخد القرصة هنفردها نص فرد زي ما انتوا شايفين، مش هنرققها خالص يعني متبقاش رقيقة، سمكها يبقى حلو. بعد كده هنجيب الحشوة بتاعتنا هنحطها وهنقفل على الحشوة بتاعتنا كويس جدا، واهم حاجة نكون موزعينها جوه. وبعد كده الناحية التانية هنفتحها كده بالسكينة ونلم هتبقى معانا بالشكل ده. عايزة تسيبيها طويلة زي العيش الفينو تمام، عايزة تعوجيها نص عوجة زي ما انا عاملاها برضو تمام. وبرضو التشكيل. وشكلت العجينه بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلت لكم، حابه تقرصي تصغري القرصه شويه تمام، الحجم بتاعك يكون اصغر. حابه تكبريها شويه تمام، بس انا حبيتها ان هي تكون اصغر كمان من كده، بحيث ان الطفل او الاولاد عندنا ياخدوا الساندوتش او ده، او المعجنات اللي انا عاملاها دي ياكلوها كلها وما يبقاش منهم حاجه، تبقى على قدهم يعني بالظبط. لكن لو لينا احنا براحتنا. ده بقى شكل تاني. حطيت العجوه في النص وقفلت الاطراف كده من فوق وعملته على شكل مثلث، وبعد كده اخدت الطرف اللي تحت وبعد كده قفلته عملته على شكل مثلث. طبعا حابه الشكل ده حابه الشكل ده زي ما انت عايزه. خلصت الكميه بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا شكلها ما شاء الله تحفه وطعمها جميل جدا.
بعد كده قمت جايبه صفار بيضه، صفار بيضه واحد، عليهم 3 4 معالق من اللبن، عليهم سنه الفانيليا، وهنضرب كل ده مع بعضه وهندهن بيه الوش بتاعنا عشان يطلع الوش بتاعنا زي ما انتوا شايفين بالجمال اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. دهنت بقى الصواني كلها كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنحطه في الفرن على اعلى درجة حرارة في الرف اللي في النص لحد ما ياخد معانا لون من تحت، وبعد كده نفتح له الشواية ويكون من فوق وهيطلع طبعا دلوقتي. ما تنسوش بقى لو جربتوا المعجنات اللي انا عاملاها او جربتوا اي وصفة من وصفاتي، ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي رايكم في الفيديوهات، ولو حابيني اعمل لكم اي حاجة اي وصفة قولوا لي برضو عشان اعملها لكم. ما تنسوش الاشتراك بقى بتاعنا علشان يوصل لكم كل جديد زي ما قلت لكم. بصوا اصلا بقى الطراوه، بصوا الجمال بتاعه المربى دي، كان طعمها تحفه، كان طعمها جميل جدا بجد. بصوا الجمال وطريه جدا، تنفع معاكي بقى لانش بوكس زي ما قلت لك. بصي الحلاوه، بصي اصلا لونها طالع عامل ازاي وجميله، وبالف هنا وشوف على اللي ياكلهم. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات طلعت معاكم ايه، ولو حابين اعمل لكم اي حاجه طبعا تحت امركم اطلبوا وانا مش هتاخر عليكم باي حاجه. باي باي.